السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة مشاريع صغيرة. حياكم الله أينما كنتم، حياكم الله وبياكم، حياكم الله. إخواني، إحنا اليوم السابع للطير، ما شاء الله. حركته حلوة، نشط. هاي اليوم نزلنا لقاح على 7 أيام. طبعا إخواني، أي استفسار، أي نصيحة، إن شاء الله إحنا جاهزين نرد عليكم بالتعليقات. فاخواني، نتمنى منكم تدعمونا هاي القناة اخواني، لانه احنا راح ان شاء الله نفيدكم باي معلومة ان شاء الله. ما نخفي عليكم شيء ان شاء الله، ما ننصحكم الا بالشيء الصحيح والشيء اللي الواقع. ما نعطيكم معلومة مغلوطة او شيء لا سمح الله. اخواني، على 7 أيام عندنا لقاح، على 14 عندنا لقاح كمان نذكركم بها، على 21 لقاح. طبعا هاي اللقاحات ال20 يوم الاولى علف خاص بهم، اسمه مرحلة أولى. العلف مرحلة أولى يجي، نعم، تمام إخواني. بعد ال20 يوم نقلب مرحلة العلف بأخشن شوي. إحنا راح نظل متابعين معاكم الفيديوهات أول بأول إن شاء الله. ما راح نخفي عليكم أي معلومة. الحرارة لازم تكون يعني بآخر أسبوع هذه ما تفرق، يعني بالنهار ما نشعل صوبة، الجو كويس، درجة الحرارة 22 ل 27. ما راح نحط نشعل تدفئة. بالليل نحتاج تدفئة قليلة يعني بالليل، مشان نوصل الحرارة ل 27 25، ما في مشكلة اخواني. ولا يعني انت يعني بس ممارسة بتعرف انه الصوص بردان او الصوص مو بردان، بحيث انه يتجمع على بعضه. هذا بردان الطير. اما هيك داك شلون منتشرات بكامل المدجنة، امورا جيدة من ناحية التدفئة. نتمنى منكم مساعدتنا بهاي القناة ودعمنا نوصل معاكم يعني 10,000 مشترك. حياكم الله اخواني، حياكم الله متابعينا. طبعا اخواني، هاي نزلنا اللقاح للدجاج. شايفين اخواني، الكل عملنا معطش الدجاج، كلياته على المشارب. شايفين اخواني، لازم كل الطيور هيك يكون الوضع. طبعا العلف يظل موجود. هاي عندنا كل 7 أيام لقاح، على 7 أيام لقاح، على 14 يوم لقاح، على 21 يوم لقاح. كثير من الناس يسألوني على التعليقات انه شو اسم اللقاح. يا اخي الكريم، من منطقة لمنطقة يختلف اللقاح، يختلف الصيدلية البيطرية. انت تروح على الطبيب البيطري، هو اللي ايش يعطيك الدواء المتوفر عنده واللي مجرب والمكفول عنده. طبعا انت اكيد تتعامل مع شخص يكون ثقة، يعطيك لقاح يكون يفيد طيورك ويحميهم من الامراض ويوقيهم من الامراض. طبعا العلف يظل موجود. أسأل الله أنه يرزق الجميع ويحفظكم ربي إخواني متابعين القناة. طبعا إخواني، إذا عجبكم هذا الفيديو ادعمونا بهاي القناة يا إخوان، نظل نفيدكم بالمعلومة المفيدة وكل شيء إنه يفيد مشروعنا هذا أو أي خدمة إحنا جاهزين له. حياكم الله متابعين.